وصينية فراخ بقى جميلة وسهلة جدا. تقدري تعمليها بقطع الفراخ، بفرخة كاملة أو بصدور الفراخ. أنا هنا عاملاها بالأوراق، سهلة وبسيطة خالص. أنا طبعا مختصرة خالص. أنا تبلتها طبعا، شطفتها كويس جدا وتبلتها بالملح والفلفل وشوية البهارات، وكمان عليها طماطم وفلفل وبصل. بس كده كوباية مية، وحطيتها في الصينية وغطيتها بالفويل، ورحت زقاها على طول في الفرن. بعد ما تبتدي تدخل في السوا شوية، بتشيلي ورقة الفويل علشان نبدأ بقى طبعا نديها وش حلو. طبعا ما تنسيش حبة زيت، علشان برضو الزيت هو اللي بيدي اللمعان وبيدي التحميرة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. وطلعت طرية من جوه وجميلة جدا جدا. بصوا بعد ما شلت الفويل من عليها احمرت ازاي وبقت طعمها جميل جدا. اللهم بارك. ومستوية جدا جدا، مفيهاش اي حاجة، وطرية ومفيش اي مشكلة بالنسبة لها. سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها بسرعة جدا. ما بتاخدش معاكي وقت ولا مجهود ولا حتى تكاليف كتير. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وحبة البركة، كاري وكركم، وربع معلقة جنزبيل وربع معلقة قرفة، وكمان حاطة روزماري وحبهان مطحون وورق لورا. بس كده. كل ده بقى طبعا بيتحط فيها، وبشر طماطمتين والبصل. وحطيتها الاول تتنقع فيها مجرد ساعة ساعتين، وبعد كده رحت مخرطة الطماطم والفلفل والبصل وحطاهم من فوق الوش وزقاها في الفرن. وزي ما انتوا شايفين كده طلعت بالشكل الحلو ده. اتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم والوصفة تكون سهلة وبسيطة، واشوفكم على خير. وما تنسوناش في اللايك والشير. طبعا بتقدميها زي ما انت عايزة بقى. انا هنا كان عملت جنبيها ملوخية وطبق بامية، وطبعا حبة بقى ان المخلل والرز الابيض رز بالشعرية، زي ما انت عايزة. اشوفكم على خير. سلام عليكم.